سيبني واروح فين بس؟ قلت ابحث هنا في الارض يمكن القى حته اثار ولا حاجه. واحد له 5 سنين شغال ما لاقيش حاجه. يا ولد يا فاروق، يا ولد تعال يا فاروق، تعال يا ابني ساعد ابوك يا ابني على غلب الدنيا ومرها يا ولدي. تعال تعال يا ابني، تعال خلي ربنا عشينا يا ولدي. هي 5 سنين ببحث، ربنا ما عشانيش لحد دلوقتي والله. اشرب على ايه يا ابني؟ سيب الماء دلوقتي مش هشرب. اشرب على ايه يا ابني؟ اوعى لما افحت شويه كده، اوعى اوعى يا ابني، عايزين نقب على وش الدنيا، اوعى عايزين نقب على وش الدنيا، الناس كلها اتعشت واحنا لسه. لا اله الا الله. قلت لك الكنوز في النفوس يابا، قلت لك الكنوز في النفوس يابا. الكنوز يا ابني في النفوس، هي النفوس فيها فلوس، احنا عايزين فلوس يا ابني. ما انت شايف محمد رمضان كل يوم والتاني يتصور في طياره ويركب طياره. سيبني في المر اللي احنا فيه يا ولدي، سيبني في المر اللي احنا فيه يا ولدي. ما تبحثش يابا. ما تبحثش ليه يا فاروق؟ ما تبحثش يابا. ما تبحثش ليه يا فاروق؟ عايزين يا ابني نقب على وش الدنيا يا ولدي، اوعى. ما تبحثش يابا. عايزين خلينا ابحث شويه يا ابني. ما تبحثش يابا. المشايخ قالت لي الاثر بعد متر هنا في زرعه جديدي. ما تبحثش يابا. ما ابحثش ليه يا فاروق؟ ما تبحثش يابا. اوعى كده يا فاروق، اوعى. ما تتعبش نفسك. استريح شويه على ما اخد بلعه ميه. اصبر يا فاروق، اصبر اصبر يا ولدي، عايزين نقب على وش الدنيا. ناس يقولوا الكنوز في النفوس وانت تقول الكنوز في النفوس. النفوس هتنفعنا ولا هي نفوس فيها فلوس يا ولدي؟ ما تبحثش يابا. سيبني يا فاروق ابحث شويه. ما تبحثش يابا. سيبني يا فاروق ابحث شويه، سيبني. يابا ما تبحثش. لا ابحث يا فاروق. ما تتعبش نفسك. ما تبحثش يابا. اسكت يا ولد، لو اعطونا في حته اثار هنبيعها اقل حاجه ب 2 مليون. اسكت يا ما ولدي. تبحثش يابا. لا ابحث. ما تبحثش يابا. سيبني يا ولدي. بس ما تبحثش اوعى يابا. كده يا فاروق، اوعى. ما تبحثش يابا. سيبني يا ولدي، خليني ابحث يا ولدي، سيبني. يابا ما تبحثش، ما تتعبش نفسك يابا. كل شويه تقول لي الصحه الصحه. مالها الصحه يا فاروق؟ مالها كل شويه تقول لي الصحه الصحه؟ ده صحتك بتساوي كنوز الارض كلها يابا. صحتها توكلني عايش يا فاروق، صحتها توكلني عايش يا فاروق. بس ما تبحثش يابا. اوعى يا ولد، اوعى. يابا ما تبحثش. اوعى، قربنا الخير، المشايخ قالت الخير يابا. قرب. ما تبحثش يابا. ارتاح شويه يا ولدي. ما تبحثش. مش ابحث يا ولدي، 5 سنين يا ولدي شقيانين. نفسنا في قطر دفينه ولا حته ذهبه نبيعها ونقب على وش الدنيا يا ولدي. نفسي يا ولدي. هبحث شويه كمان يا فاروق. بس ما تبحثش يابا. اوعى يا فاروق، اوعى. ما تبحثش يابا. دبتان وخلاص يا فاروق، اوعى. يابا ما تبحثش. دبتان وخلاص يا فاروق، اوعى. ما تبحثش يابا. كل شويه تقول لي الكنوز في النفوس يا فاروق، اوعى. يابا سبق وقلت لك الكنوز في النفوس. الخير قرب يا فاروق. ما تبحثش يابا. الخير قرب يا فاروق، والكنز هيطلع ونقب على وش الدنيا يا ولدي. ما تبحثش يابا. مش ابحث يا فاروق، تعبت يا فاروق، ليا 5 سنين يا فاروق، تعبت يا فاروق. لا طبعا السادة المشاهدين، ده مشهد تمثيلي للناس اللي تعبة نفسها وليها سنين وباعت أرضها وعمايرها وسياراتها وكل حاجة عندها عشان تبحث على الآثار. أول حاجة زي ما ولدي قال، الكنوز في النفوس فعلا، والقناعة أم الكنوز. واللي أنا بدعي أي حد يلقى حتة آثار في بيته في غايته يسلمها للحكومة، والحكومة طبعا هتحطها في المتحف المصري الكبير بدل ما تهرب لبلاد بره. وده زخر وآثار مصر الفرعونية القديمة، وطبعا دي تبقى حلوة لمصر وللدولة كلها. وفي نهاية اللقاء أنا بشكركم طبعا.